دايما لما بنيجي نعمل مقايسه للابواب ونشوف سعر الابواب اللي احنا هنشتغلها ايه، وده من البنود المهمه اللي موجوده داخل الشقه. في باب بيبدا مثلا من 3 4000 جنيه، وده بيبقى باب سوقي. وفي باب بيبقى تركي، وده سعره مثلا بيتراوح من 7 ونص 8 في الرينج ده على حسب المكان اللي انت بتشتري منه. وفي باب مصري او باب صيني بيتراوح من بين 6 ونص في الرينج ده. وطبعا انا بقول الاسعار بس دي اسعار الفتره اللي احنا فيها، طبعا الاسعار احيانا بتتغير بتطلع وبتنزل. احنا عندنا بقى الباب العموله. الباب العموله بيتكلف على حسب انت بتشتغل فيه ماتيريال ايه. لو انت بتشتغل دهانات وبتاخد مثلا قشره ارو بالشكل ده، ودهانات بيستر، ده بيخلي قيمه الباب عاليه، لان الباب بيبدا معاك من 7 8 9 10 12 15 على حسب ما انت هتعمل ايه جوه الباب. الباب ايه الحشو الداخلي اللي جواه، ايه نوع الدهان اللي انت هتدهنه له، ايه نوع القشره اللي انت هتحطها عليه، قشره ارو او قشره جوز ترك او الكلام ده كله. كل التفاصيل دي بتحدد سعر الباب. فدي من المعلومات المهمه جدا اللي اي حد لما بيجي يتعاقد على باب لازم يعرف مواصفه الباب نفسه علشان يقدر يقيم سعره. دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تركز عليها.